إنا لله وإنا إليه راجعون. حالة من الحزن انتابت رواد السوشيال ميديا مؤخرا بعدما تم الإعلان عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء عن عمرنا هذا 61 عام، وذلك بعدما أعلن نجلها ذلك عبر موقع فيسبوك. وما إن تم الإعلان عن الأمر حتى باتت ماما سناء حديث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، مما حرصوا على نعيها وتذكر ابتسامتها التي اعتادت عليها حينما كانت تظهر بصحبة ابنها خلال أكثر من فيديو. وكانت ظهرت سناء عبد الحميد الشهيرة باسم ماما سناء خلال برنامج الحياة اليوم في وقت سابق من العام الجاري، تحدثت خلاله عن كونها يوتيوبر وربة منزل، وأكدت وقتها أن نجلها محمد الشهير بحمو هو الذي جذبها للظهور على الإنترنت، مشيرة إلى أنه كان يصورها عبر تطبيق تيك توك. وأضافت خلال لقائها ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد قائلة: كنا بنقعد مع بعض وكان بيصورني وأنا مش واخدة بالي وألاقي التعليقات حلوة وكل الناس بتسأل عليا، وبقينا بعدين نصور فيديوهات مع بعض، مشيرة إلى أنها تسعد كل البيوت وتعلمهم إزاي يكون الابن حنين على أمه. من جانبه أشار محمد شاكر الشهير بحمو إلى أن أول فيديو لهم في سبب شهرته هو فيديو ال3 كوبايات وتحتهم 100 جنيه، والذي تجاوز 90 مليون مشاهدة على الفيسبوك، موضحا أن أول فيديو تم تصويره كان عن طريق زوجته ياسمين مع والدته، وتم نشره على التيك توك وتجاوز 5000 متابع و13000 مشاهدة. وقد علقت ماما سناء فيما قبل أن أرباح قناة اليوتيوب والفيسبوك يتم تقسيمها بالتساوي على ابنيها، وأكثر ما يسعدها هو سعادة الآخرين وتعليقهم المحفز لها. رحم الله ماما سناء